السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويوم جديد. وزي ما دايما نقول الجاي أحلى وأحلى، فالنهاردة بإذن الله يكون أحلى من امبارح وبكرة أحلى من النهاردة بإذن الله تعالى يعني. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوني ما تنسوش تعملوا اشتراك من تحت الفيديو أو متابعة أو فولو أو يعني على حسب بقى ما مكتوبة عندك، ولايكات بقى، لايكات وشير كتير وكده. ودعواتكم، انا عايزه دعواتكم الحلوه، ربنا ما يحرمني منكم يا رب في الكومنتات كده، وكومنتاتكم الجميله اللي بتشجعني. طيب هنعمل ايه النهارده؟ برضو مشاوير كالعاده يعني، ما خلصتش مشاوير، كل يوم 3 4 مشاوير في نفس اليوم يعني. استنوا اوريكم الاول الطقم اللي انا لابساه. ثواني اما ارفع الاضاءه. عايزه اقول لكم ان النجفه اللي هنا لمبه واحده اللي شغاله، والزرار يعني نصها في لمبه واحده، النص التاني في لمبتين. عايزين نجيب 6 لمبات اهو يا جماعه. يعني تغيير، حاسه ان ده لوك جديد شويه كده، عجبني جاكيت بوخ مع البوت الجديد ده. يعني الواحد لو فرحان او زعلان، النفسيه اصلا ملهاش علاقه بانه بيعرف يلبس او ما بيعرفش يعني، بس لان في احيانا بعض الناس كده اللي هم التستس دولت، انتوا عارفينهم، اللي لونهم اصفر، في منهم اخضر وفي منهم اصفر، وفي منهم اللي بتبقى رقطاء، اللي بتتلون على حسب اللون اللي هي لابده فيه. يقول لك ايه، انت هو انت مش بتقولي نفسيتك تعبانه ولابسه ومش عارف ايه؟ هو ايه علاقه اللبس اصلا يعني؟ ده السؤال بقى، السؤال ده انا عايزاكم تجاوبوني عليه. ايه علاقه اللبس بالنفسيه؟ في ناس بيبقى ميت لها ميت، بيلبسوا اسود في اسود، وتلاقوا الاسود اللي لابسينه في منتهى الشياكه. هل هم بقى قعدوا يفكروا لا عايزه تشيك؟ لا، هو خلاص هم ذوقهم كده، فانا مش عارفه يعني. ربنا يهدي الجميع ويبعد عننا ولاد الحرام وبنات الحرام. يلا بينا ننزل، عندي حاجه كده، في هديه رايحه اوصلها لحد يوصلها لحد، ونشوف هنعمل ايه. ولو اكتشفنا اكتشاف كده واحنا بره، اكيد طبعا انتوا عارفين ان مش هيفوتني ان انا اصوره لكم. بس ربنا يا رب يستر طريقي وطريقكم ويصلح حالي وحالكم يا رب. ودايما كده ربنا يرزقني ويرزقكم من حيث لا ندري ولا نعلم ولا نحتسب، ويكفينا الشر وينور طريقنا وينور بصيرتنا، ينور بصيرتنا بس. والحمد لله على كل حال. يلا بينا. نسيت اقول لكم، بصوا انا ماشيه خدت ديت معايا وانا مسافره، اللي هي السبحه اللي جابتها لي ايناس من متابعيني. احجار، بصوا الاحجار يا جماعه، فخمه جدا، حبيتها اصلا. سيبك من فخمه، حتى انا قلت لكم في فيديو سابق لو بلاستيك لو بربع جنيه كفايه، بس ان هي فكرت فيا، فكانت اغلى هديه على قلبي بصراحه. حبيتها قوي، بس طبعا للاسف مش هقدر ان انا اخرج بيها دلوقتي، فهاخد معايا التانية فين اهي. فهلبس التانية اللي هي في الصباع. في ناس بيقولوا لي التسبيح يا مروة باليمين، انا احيانا بكون بصور بالكاميرا الامامية فبتكون معكوسة، فبتشوفوا اليمين شمال والشمال يمين. وفي بعض الناس لما بصور وانا بعمل كده وباكل كده بيفكروني باكل بايدي الشمال، نظرا لان الساعة هنا. لا، انا من الناس اللي بلبس الساعه في ايدي اليمين، اصلا طول عمري بلبس الساعه في ايدي اليمين، وناس كتير جدا كده. انا لو لبست ساعتي اصلا في الايد الشمال بنساها، بنسى ان انا لابسه ساعه. بس يا جماعه، فدايما انا ببقى مثلا التسبيح بايدي اليمين، فلما تلاقي بعد كده يعني اعتبري الفيديو ده نقطه ومن اول السطر، لما تلاقيني بايدي اليمين بعمل اي حاجه اعرفي ان دي ايدي اليمين اللي فيها الساعه، ايدي اليمين يا جماعه. انا حبيت بس ان انا اعرفكم على ايديا الاثنين يعني. سلموا عليهم. طيب حطي لايك. طبعا يا حبايبي، ربنا يبعد عننا وعنكم الاذى يا رب. رحت النهارده مباحث الانترنت، قدمت بلاغ في صفحه منشور عليها رقمي برضو، عشان في بعض الناس بتفكر ان انا مأفوره او ان انا بعمل شو. اهو يا جماعه،
طبعا ناس من اللي اتصلوا عليا على اساس بقى ان انا شمال بقى وكده، فلقوا الرقم بتاعي فعايزين يتواصلوا ويتصاحبوا. في ناس تعاونت معايا وجابت لي الصوره بتاع اللي فيها الرقم بتاعي منشور على صفحه اهو، اللي هي بقى للتعارف وكده وللمشي البطال. الحمد لله رب العالمين ان انا يعني ربنا بيوقف لي ولاد الحلال برضو في طريقي، يمكن هو شمال من ناحيه بس ابن حلال من ناحيه تانية، فجاب لي الصفحه من الداخل. حتى لو هو ما جابها ليش، مباحث الانترنت بقى هم ليهم طريقتهم، بيجيبوا بقى بديتهم كل الارقام اللي اتصلوا بيا وكل الارقام اللي بعتوا لي واتس. فلو ما فيش حد مثلا تجاوب معاهم، هم تقريبا بقى بيقوموا جايبين، يعني كله بيجيب كله تمام. بيجوا بعد كده بيجيبوا الصفحه نفسها. الصفحه اهي يا جماعه اهي، واحده منتحله شخصيه او واحد يعني منتحل شخصيه، حاطط اسم حد احنا وانتوا نعرفهم يعني نعرفها، اللي هو احنا الاتنين في دماغه يعني. المهم فطبعا لما بيجي هو بقى بيتعاقب ان هو بينشر ارقام ناس وبينزل مقاطع مخله وكده، لان الصفحه اصلا كلها مخله. وبعد كده بيجيب اللي اداله بقى الاوردر او دفع له مقابل ان هو ينشر بوست او كده. ما الحاجات دي اكيد بتبقى مدفوعه، خد انشر لي الرقم ده عندك، طب ماشي اشحن لي مثلا ب 10 جنيه ب 20 جنيه. يعني بصوا كل حد وله نظام. فقدمت طبعا بلاغ النهارده وهم بقى ياخدوا اجراءاتهم، لان طبعا الموضوع ده منتشر ومع ناس كتير، مش معايا لوحدي على فكره، حتى لدرجه ان ارقام المعلنين في ناس بتعمل لهم اعلانات من البلوجرات وبيبقوا حاطين رقم التواصل مع المعلن. في ناس بتحب تاذي المعلن واللي اعلنت له بيحطوا الارقام ديت. فعادي يعني، مباحث الانترنت اخر حاجه سمعتها ان هم بصراحه يعني شايفين شغلهم على اكمل وجه وزياده، يعني اللي هو الحمد لله، ربنا يا رب كده يديمهم نعمه في حياتنا. فده ده اول مشوار انا عملته النهارده، لان انا قايله لكم من امبارح ان دوت هيبقى اول مشوار النهارده. بس يا جماعه اهي الصفحه، بصوا اهي يا جماعه الصفحه، تخيلوا يعني ورقمي اهو هو منشور في الصفحه ديت. اللي هو طب اكتبوا على مرة، طب حطوا اللينك بتاعي، اعملوا لي فولو، يلا مش مشكله ناكل عليهم عيش. يا لهوي يا لهوي يا جماعه، يا لهوي يا جماعه الحقوني، الجو التلج ده. بصوا يا جماعه البتاعه دي تحفه، هي دائره كامله اللي هي تريكو. دي كنت جايباها يمكن، بصوا اقول لكم من كام سنه بالظبط، من 6 سنين، من زارة. استنوا اوريكم اهي، من 7 سنين. بصوا كانت طالعه موضه قوي اهي، شوفوا عامله ازاي. كنت جايبه منها 2، واحده ليا وواحده لصاحبتي الله يرحمها. طب انا هعيط ولا اعمل ايه بقى؟ كنت جايبه، احنا الاتنين كنا بقى ايه مطقمين، نروح مثلا اي مكان والجو بقى زي دلوقتي كده تلج تلج، تلاقونا قاعدين انا وهي عاملين زي ايه الخط. يعني اللي هو بصوا كده، يعني هو اكتر من طريقه لبس عموما، ولونها حلو قوي وبتدفي بقى، بتدفي بجد. فتخيلوا انا جيت من بره مخصوص للبيت علشان اخدها وانزل تاني. فانا بحبها يعني، اللي هو هيقولوا الخط سايق اهي. بصوا بقى شعور حلو، الدفى حلو برضو يا جماعه. الحمد لله يا رب، الحمد لله على النعمه، الحمد لله. طبعا من ضمن اليوم يا جماعه معانا الفنان، يعني بصوا اقل ما يقال عنه الفنان سيد، يعني ما ينفعش اننا نقول نجار، ده بصوا الفنان فهو موجود معانا. منورنا يا سيد والله. طبعا صاحبتي حبيبتي بتعمل لي اوضه نوم جديده، وهنشيل دلوقتي السرير ده. هو بقى قال لي لا مش هينفع بقى اعمل لك الجديد ويبقى مع السرير القديم. فبص والله العظيم يا جماعه الله اكبر، ربنا يحميه يا رب. كلكم بقى تدعوا له دعوه حلوه كده عشان هو عريس هيتجوز قريب يعني.
قال لي ما ينفعش، لازم اخد اللي موجود علشان اجددهولك واخليهولك حاجه كده حلوه. بعدين اقترح عليا، قال لي طب ما ايه رايك تغيره تخليه سريرين، كل سرير متر وعشرين. فمش عارفه، قولوا لي كده يا جماعه، احنا لسه فيها يعني. طبعا السرير دوت مترين في مترين، وله القواعد ديت كان ابو ريم عاملها علشان احنا عندنا في السعوديه بيبقى القواعد خشب وعليها الابلكاش زي الالواح اللي واقفه هناك دي، مش ملل يعني. فقال لي انا ممكن اخد كمان العلب الحديد ديت اكبرها لك شويه بحيث ان هي تبقى مناسبه تحت السراير اللي هي المتر وعشرين، لان انا مش عايزه ملل. انا احب المرتبه نقعد عليها تبقى منفصله، والتحميل على القاعده مش على الجوانب، ومع الوقت السرير يزيق ويعمل الحاجات دي. فده برضه من ضمن اليوم بتاعنا. وسيد نور، هو اهم حاجه ان هو جه من بني سويف والله يا جماعه علشان ياخد السرير ده، وتقريبا هيرجع من غيره ويعمل لي غيره ان شاء الله. طبعا الراجل طلع لي القطط الفاطسه كلها في السرير دلوقتي، واقنعني يا جماعه اننا نعمل سريرين، هيكبر لي الحديد. طب انا هعمل ايه يا سيد في السرير ده؟ ده بقى بصي احنا يتدفى عليه في الشتاء. والله العظيم صح، تصدق والله انا بقول ان احنا نحمي بيه فرن ونعمل عليه فطورتين كده حلوين. بس اهم حاجه يا سيد بالله عليك خليكم يا جماعه شاهدين ان نفس الرسمه ديت هيعملها لي في السراير الصغيره. هتعمله لي نفس اللون يا سيد ولا هتعمله اوف وايت؟ بصوا بقى الراجل، والله العظيم يا جماعه انا هفاجئكم، انا هبهركم والله. ربنا بقى يقدرك على الناس بقى اللي هيجولك يا سيد بعد كده والله. بصوا يا جماعه صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا انا ما بنشرش اي فيديو غير لما براجع كومنتات الفيديو اللي قبله، لربما يصادفني سؤال، حد بتسالني على حاجه تستفيد، ربنا يجزاني خير وهكذا يعني. ولو في كومنت حابه يستاهل ان انا ارد، ممكن ان انا اعمل مقطع واعمل له ادراج في برنامج المونتاج. تمام. طيب في سؤال او في كلام اتكتب لي الكومنت اللي فات، وانتوا عارفين انا ولا كومنتات بتفرق معايا اصلا، ولكن مثلا واحده بتقول لي اللبس اللي انت لابساه مش لايق على سنك. طيب تمام، ثانيه واحده. لان طبعا متابعيني هنا متابعيني في كل البلاتفورمز او المنصات، فده مش لايق على سني، ده جوخ اسود وكروهات. فانتوا ايه رايكم؟ تصدقوا ان فعلا هو مش لايق على سني؟ هو ناقص له حاجه واحده بس او حاجتين، ناقص له عكاز واخلع السنتين اللي متركبين هنا وامشي كده واقول لك ايه، ساعديني يا بنتي، ساعديني والنبي يا ولادي، طال عمرك يا ولادي، الهي يسترك دنيا واخره، ازيك يا بنت؟ صح ولا ايه؟ ده اللي انا حاساه يعني. او مثلا السويت شيرت الاحمر، الهودي الاحمر، اللون ايه ده؟ وكتب عليكم عند سن ال 35 الا تلبسون، الا ترتدون اللون الاحمر. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم واتوب اليه. او مثلا مكتوب عليكم لبس السواد والهباب والنيله والاطران. في ايه؟ لا، ولا مثلا اللون البينك ده لون سافل وقليل الادب ومسخره. نعم، ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ في حاجه واحده بس اللي في اللون الاحمر اللي بتبقى مسخره لما تكون بدله رقص، ماشي، او حاجه قليله الادب. فطبعا انا حبيت ارد على الكومنت. انا الحمد لله شايفه نفسي شيك جدا. في فرق بين الشياكه والخلاعه. ففي ناس من جواها لسانها مريض، نفسها مريضه، جهل مع حاجات كتير، بيعمل ميكس كده اللي هو عينيها بتبقى شايفه الناس بعين طبعها، بتبقى معتقده ان واحده لبست شيك، ايه ده؟ ايه ده؟ انه في حاجه ملفته بشياكتها وفي حاجه ملفته بخلاعتها، فهناك فرق. نفسي بقى يعني الفئه ديت بجد تتبخر من نفسي بجد يعني. ربنا يكفيني شركم، ربنا يكفيني شركم، ربنا يديكم على قد اللي في قلوبكم.
ايا كان لونه ايه. مع ان كتير جدا من اللي موجودين عندي مش هقول لا، في كتير عندي موجودين قلوبهم لون عبايتهم. بس خلاص، اي تفاصيل بقى يا جماعه تخص الغرفه، الخشب، الكلام ده كله، اكيد طبعا ان انا هصور لكم الشكل النهائي واليوم بتاع التركيب والتكلفه كانت ايه. هو كده كده عموما التكلفه مع انجي يعني مش لان هي بتعمل الحاجه عموله، ديت المشكله ان هي بتعمل حاجه عموله، وانتوا عارفين ان كل يوم الخشب بيغلى، الدهانات بتغلى، المصنعيات اصلا بترتفع. فمش وهي ناويه اصلا ان هي تعمل الحاجه بعد كده جاهزه، تعملها وخلاص وتبقى منصوبه وكل حاجه، وكل حاجه عليها سعرها. هي بس بتتأيد بان في ناس بتبقى عايزه موديل معين، فبتبقى ملتزمه بسعر اليوم. فانا ما عنديش يعني، انا مثلا السعر بتاعي اللي انا خدته اللي هو كان من شهرين من قبل ما اسافر وانا متفقه معاها، وخلاص بالفعل الدولاب اتعمل والكومودينات اتعملت والتسريحه اتعملت وكل حاجه خلاص. بس جينا بعد كده صعب علينا ان القديم ده يا ناخده ياخد كده ايه زهوة الجديد، يتجدد ويتشد ويتغير الكابوتونيه الجلد اللي فيه ويتحط قماش يعني بصوا كان في فكرة كويسة له. بس احنا قعدنا نفكر كده شويه. انا اللي كان مأيدني بصراحه ان المرتبه موجوده، المرتبه مترين في مترين وفي ارتفاع 25 سم وامريكي بقى، وعارفين اللي هي حاجه تحفه. في نفس الوقت كنت متأيده بالقواعد الحديد اللي تحت، ان مش ملل، فهيضطر ان انا بقى ان الحداد يكبرها شويه واشتري مراتب من جديد. بس خلاص كده 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 هتدفعي وكده هتدفعي. فاحنا قلنا ايه، نعمل الحاجه خساره، نعمل كله يبقى جديد كده. ربنا يا رب يرزقكم بالجديد كله والحلو كله، ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه، كل اللي نفسها في حاجه تجيبها يرزقكم من وسع يا رب. بس يا جماعه فاخدنا القرار، وهو بقى موضوع الحديد ده هو خده، قال لي لا انا الحداد طبعا هم لان هم بيدخلوا شغل حديد في شغلهم عموما في التشطيبات وفي الاساسات وكده. فقال لي خلاص انا هكبر القاعده شويه بس انت هتجيبي المرتبه متر وعشرين في طول مترين ولا متر 95؟ قلت له لا انا المرتبه باذن الله هجيبها اللي بتبقى 120 سنتي وطولها مترين بالظبط، علشان برضو يعمل حساب التجويف بتاع السرير وكده يعني. بس يا جماعة وكان اليوم بتاعي كده زي ما شفتوا. وطبعا عفوا للكلمتين اللي فاتوا اللي انا قلتهم، بس فعلا انا مستغربة للسواد اللي بقى في قلوب الناس ده. ربنا يذهب غيظ قلوبهم علشان يرتاحوا ويريحوا، لان محدش عارف ورا الكاميرات فيه ايه. دول ناس قاعدين حاطين رجل على رجل مأنتخين على الكنبة بيتفرجوا على شاشة، كل اللي بيني وبينهم شاشة، ما لفوش ورا الشاشات ولا دوروا ورا لا هم بس كل اللي فالحين فيه يقروا ما بين السطور، واسئلة ملهاش لازمة ان هي تتسأل، اسئلة انا معرفش هم اصلا بيجي لهم الجرأة ازاي ان هم يقولوها. طيب في واحدة في الفيديو اللي فات خلوني برضو اجاوب عليها، بتقولي يا مروة ايه الوضع بينك وبين ابو ريم دلوقتي؟ انا هجاوب وانتي مالك؟ انتي ايش دخلك؟ انتي مالك؟ هتيجي دلوقتي تبخ علينا كده بسماء؟ ما انتي اللي انا ليكي من اول ما بتدخلي الفيديو اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فيديو جديد، لحد ما اقوم قايله ايه والجايه احلى واحلى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تدوريش على اللي فات، ما تدوريش بين الكلام فيه ايه، علشان انتوا تعبتوني، انتوا تعبتوني بجد، وانا مش مسامحاكم اقسم بالله العظيم. انا خصيمتكم يوم القيامه، كل واحده بتقولي حاجه مؤذيه. انا تعبت منكم بس مش هبطل، مقابل تعبكم ليا انا هرضيكم وهفضل كده في حياتكم. خلاص انا بقيت جزء لا يتجزأ من حياتكم. ارضوا بالامر الواقع، فيا نعيش سوا وكويسين كده ونهدى على بعض، يا اما انا ممكن اقول لك بعض كلمات اقسم بالله اخليكي تتنططي كده في مكانك، مع انك ما تعرفينيش وانا ما اعرفكيش، بس كلامي طلع من عندي وسبحان الله جه مقاسك ولبستيه، اتحمليه بقى.
هو كل واحد بياخد الكلام اللي على مزاجه ويفصله على مقاسه ويلبسه، فكل انسان حر. بس مش هقول اكتر من كده، وحسبي الله ونعم الوكيل. وانا مستمرة وربنا يكفيني شركم يا رب، ونصر ربنا قريب جدا. انا متأكدة من نصر ربنا قريب جدا، وجبر ربنا هيجبر خاطري جبرا يليق به. ربنا هيجبر خاطري جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. انا وكل من قال امين، او انا وكل من كتب امين. ربنا يرزقكم الجبر اللي يسر خاطركم، والسعادة اللي تنسيكم هموم الدنيا كلها كأنها لم تكن. ان شاء الله اللي جاي احلى واحلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.